ايه في ايه يا منيرة؟ ايه اللي حصل؟ السمكة يا جلال، السمكة الحلوة الجميلة اللي اصطادها مالها؟ القط كلها. يا نهار زي بعضه. يا خسارة تعبي، يا خسارة تعبي. والعمل يا جلال، هنعمل ايه دلوقتي يا جلال؟ زمان عمك درويش جاي. انا عاوز افهم ايه اللي دخل القط اوضه السفره. لازم دخل من الشباك. وراح فين البوس بتاعك ده؟ تعالى، تعالى يا حبيبي، تعالى لي يا حبيبي، عاوز اقطم رقبتك. ما تخافش، تعالى، تعالى، ايوه، تعالى، قرب، ما تخافش، بقول لك تعالى. يا خساره ما لحقتوش. معلش، مسيرك برضه هتقع في ايدي، وهطلع السبع ارواح اللي عندك، مش هخلي لك ولا روح منهم. جلال، هنعمل ايه دلوقتي؟ عمك درويش زمانه جاي. اخ، المهم قولي لي، خلص على السمكه كلها؟ لا، ملحقش ياكل منها غير الحتة اللي في الوسط. وريني كده. اهي، شايفها؟ ايوه شايفها. العمل يا جلال، هنقول ايه لعمك درويش دلوقتي؟ مش عارف يا منيرة، مش عارف. احنا ما نقدرش نقول ان القط كلها. لا طبعا ما نقدرش، ده معتز بيها جدا لان هو اللي اصطدم نفسه يا ما هي منيرة. دي المصيبة. ايوه، المصيبة ان هو اصطادها بنفسه وعارفها ايوه، كويس. ايوه. والا كنا رحنا اشترينا له سمكة من عند السماك ووديناها الفرن تتشوي، ونعتذر له عن التأخير بان الفرن هو اللي اخرها. فكر معايا يا جلال، ما انا فكر عمال معايا. افكر اهو، بس ايه لقيت لك فكرة هايلة. هي ايه؟ قول بسرعة. هرجع لك السمكة صحيحة زي ما كانت. ترجعها زي ما كانت؟ ايوه. ازاي؟ هو مش القط كل الحتة اللي في الوسط؟ ايوه يا جلال. يعني الراس بقت في حتة والديل بقى في الحتة التانية، مش كده؟ ايوه يا جلال. خلاص، نزق الراس ناحية الديل ونلزقهم ببعض ونرجع السمكة سليمة زي ما كانت. ايه رأيك بقى في الفكرة دي؟ محدش هياخد باله ابدا. ايه؟ لا يا اخويا، عمك درويش هياخد باله، لانه عارف كويس قوي طول السمكه اللي هو اصطادها، وهتبان قدامه صغيره. ومش كده وبس، ايه تاني؟ السمكه هتصغر ومش هتكفينا. لا، هنكبرها ونخليها تكفينا. اهو ده بقى اللي مش ممكن ابدا. لا ممكن، واقول لك ازاي بقى ممكن كمان. طب قول يا سيدي. انت مش عندك في التلاجة كيس فيه كام حتة جزل؟ اه.